أخيراً وبعد أسابيع طويلة من الترقب والتكهن والانتظار، أعلن المغرب أنه لن يشارك في بطولة أفريقيا لكرة القدم للناشئين، وهذا قبل 24 ساعة فقط من افتتاحها. فشروط المغرب على ما يبدو لم تتحقق. طبعا بيان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحدث عن تعذر المشاركة وليس بصيغة الانسحاب كما يتم تداوله. وجاء في البيان إن عدم مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين هو بسبب عدم الترخيص للرحلة انطلاقا من مطار الرباط باتجاه قسنطينة، وذلك بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية التي هي الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية المغربية. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد تقدمت الشهر الماضي بطلب إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ. ثم يضيف البيان أنه لم تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للأسف إلى الترخيص النهائي من طرف الكاف حتى تحرير هذا البلاغ، وذلك للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية حسب البيان. إذن المغرب اشترط رحلة مباشرة من الرباط إلى قسنطينة، واشترط أيضا أن تكون على متن الخطوط الجوية الملكية المغربية، وإلا فإنه قد ينسحب من المنافسة الأفريقية. طبعا الشروط لم تتحقق، فالمجال الجوي الجزائري مغلق أمام الطيران المغربي. فالحكومة الجزائرية كانت قد قالت بأن قرارها في غلق مجالها الجوي سيادي، وأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب غير قابل للنقاش أو لأي وساطة. بينما أسف المغرب للقرار وطالب بفتح الحدود بين البلدين. في الصورة هذا وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة في أغسطس آب عام 2021 في أثناء إعلان قطع العلاقات. في الحقيقة مشاهدينا، هذه القضية وضعت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في مأزق وفتحت باب النقاش والانتقاد، فهي تلقت الطلب المغربي رسميا لكنها لم ترد عليه وبلا معرفة السبب. طبعا الجزائر أنهت الاستعدادات لهذه الدورة التي ستنطلق غدا وتستمر حتى 4 فبراير شباط. ملاعب عنابة وقسنطينة والجزائر ووهران والفنادق ووسائل النقل وكل ما يتعلق بها جاهزة للحدث الرياضي، بينما توافد المشاركون من مختلف البلدان الأفريقية، وكان جناح الفريق المغربي أيضا جاهزا. وقال مسؤولون جزائريون إنه ليس من مهامهم التدخل في سبل نقل الفريق إلى الجزائر، وأن الأمور اللوجستية مرتبطة بحكومات الفرق المشاركة نفسها. الآن وبمجرد أن قطع الشك باليقين وأصبح المغرب منسحبا من المنافسات، احتل الخبر حيزا كبيرا من التعليقات على مواقع التواصل. فهنا محمد زياني يقول: الحمد لله على لاعبين منتخبنا الوطني المغربي على عدم المشاركة في الشان بالبلد الشرقي الجزائر، فلا حاجة لفتح الحدود ولا لإعادة العلاقات الدبلوماسية ولا خاوة، كل واحد يبقى في داره. أما عليل ندى فتقول في تغريدة أو يقول في تغريدة: هذا يسمى الطرد من الدورة بطريقة سلمية حضارية. أخيرا معز العبد يقول: الجزائر لم تؤمن رحلة لأي منتخب حتى تؤمنها للمغرب، حتى السنغال جاءت عن طريق تونس، إلا المغاربة يحبوا الدراما ولعب دور الضحية وخلط الرياضة بالسياسة. مشاهدينا، هناك أيضا تضارب في التقارير بشأن فحوى المناقشات بين الكاف والاتحاد المغربي. فمصادر مغربية تقول إن الجامعة توصلت إلى قبول مبدئي لشروط السفر من الكاف، لكنها لم تتوصل إلى الموافقة الرسمية من السلطات الجزائرية. بينما تقول مصادر جزائرية مقربة من الفاف وهي الاتحاد الجزائري لكرة القدم إن الكاف عرض على المغرب التنقل عبر إسبانيا أو تونس أو موريتانيا، لكنه أصر على شروطه.
وبعض الأخبار تقول إن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا سيحضر حفل الافتتاح بالجزائر، وأخرى تنفي ذلك. أما في الإعلام والمنصات فتتضارب الآراء بين من يرون الأمر صفعة مغربية للجزائر بعد الانسحاب، ومن يتحدث عن صفعة جزائرية للمغرب وطرده من المنافسة. باتريس موتسيبي رئيس الكاف ووصل الجزائر، وبعد تأكد خبر عدم مشاركة المغرب هذا ما قاله: ستتم مناقشة عدم مشاركة المغرب في المنافسة الأفريقية للناشئين خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للكاف. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.